يحدث كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اللي يوسع. إذا في أول ردود الأفعال بعد هذه المباراة الكبيرة، عمر كمال أحد نجوم هذه المباراة. عمر ما شاء الله عليك، لعبت مباراة ممتازة دفاعيا هجوميا. اليوم شعرنا أن الفريق أظهر شخصيته الحقيقية حتى بعد خروج محمد صلاح. ما هو السر؟ ماذا دار بينكم بين شوطي المباراة؟ لا والله أقول الحمد لله على التعادل، وإن شاء الله لسه في أمل نسعد الجماهير المصرية بإذن الله. وزي ما أنت عارف معدن اللعيب المصري بيبان في المواقف الصعبة، وربنا يكرمنا إن شاء الله في الماتش اللي جاي بإذن الله ونصعد. والواحد بيعمل على قد ما بيقدر في الملعب وأزيد كمان، وإن شاء الله ربنا يجازينا خير إن شاء الله بإذن الله. المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر، مباراة الصدارة إن شاء الله، يعني كيف ترى الاستعدادات بعد مباراتين صعبتين الواحدة والأخرى؟ والله لازم الناس تعرف إن مفيش ماتش في كأس الأمم سهل. حتى الفرق كلها اللي كانت زمان الناس بتقول عليها مش قد كده، دلوقتي كلها يعني كل اللعيبة بتاعتها بتبقى محترفة بره أنديتها وبره بلادها، فبتبقى الموضوع بيبقى صعب على اللعيبة كلها. واحنا بنحاول على قد ما بنقدر عشان نشتغل وبنجتهد، وربنا ان شاء الله يقدر لنا الخير في الاخر باذن الله. شكرا عمر، شكرا. ربنا يخليك. ادي لك التيشيرت.